اهلا بحضراتكم في الفيديو الثاني في The 90 Days in the Life of Medical Rep. هنكمل في الفيديو ده الجزء الثاني من الاسئله الشائعه اللي بتقابل حضرتك في الانترفيوهات وايه الاجابه الامثل. قبل ما اكمل لحضرتك الاسئله انا بس عايز اقول لحضرتك ان مفيش حاجه اسمها اجابه نموذجيه للاسئله اللي في الانترفيو. احنا بنحاول مع بعض نشوف الاجابه الانسب للاسئله، لكن الاجابه بتبقى معتمده على اللي بيعمل لحضرتك الانترفيو هو عايز يقيس في حضرتك ايه. يعني مثلا في بعض الناس بتبقى عايزه تقيس هل حضرتك عندك اصرار على النجاح ولا لا، هل حضرتك صبور ولا لا، هل حضرتك هتزهق بسرعه ولا لا، هل حضرتك صادق في كلامك ولا بتكذب، هل حضرتك عندك اصرار على النجاح وشايف الكارير وعارف صعوباته وعندك اصرار ان انت تنجح فيه ولا لا. ده بيتمثل في اسئله بيشوف اجابتك ازاي. وعشان كده انا مع حضراتكم بقول لحضراتكم الاجابه الانسب من خلال رؤيتي. المدير بيسال الاسئله دي عشان عايز يسمع من حضرتك. كل التوفيق ان شاء الله لحضراتكم. هنبدا نكمل تاني الاسئله اللي احنا وقفنا عندها. كنا اخر سؤال هو السؤال الخامس، هنبداه في السؤال السادس. السؤال السادس هيبدا يقول لحضرتك لو حضرتك احنا خلاص قبلناك وبقيت معانا في الشركه وبدات اول شهر شغل فحضرتك خدت التارجت فحضرتك شايف ان التارجت صعب، هتعمل ايه؟ هو طبعا مش عايز يسمع من حضرتك لا يا دكتور ان شاء الله احنا قدها وقدود، لا ان شاء الله يا دكتور بفضل ربنا وبعون ربنا ان شاء الله هنقدر نحقق التارجت. هو كل حاجه طبعا بعون ربنا وبفضل ربنا، ولكن الفكره اللي هو عايز يشوف حضرتك دماغك مترتبه. هل انت عامل بلان؟ هل انت ازاي بتشتغل؟ هل انت راجل منظم وبتشتغل ببلان ولا انت بتعمل اي شغل وخلاص وبتشتغل باي طريقه وخلاص؟ الرد في السؤال ده والرد الانسب للسؤال ده ان حضرتك يا دكتور احنا دلوقتي انا واخد تارجت وليكن يا دكتور مثلا 1000 علم، وانا دلوقتي يا دكتور لو عندي مثلا الليسته فيها 100 دكتور، ال 100 دكتور دول يا دكتور هيبقى كل دكتور جنبه صيدليه بيسمع فيها. لو انا عملت يا دكتور للتارجت بريك داون يبقى معنى كده هقسم يا دكتور ال 1000 علبه على ال 100 صيدليه اللي هيسمع فيهم ال 100 دكتور. فبالتالي يا دكتور انا محتاج من كل صيدليه 10 علب بس، ومحتاج من كل دكتور يكتب لي 10 علب بس. بجانب يا دكتور لو البرودكت ده ينفع يشتغل كاو تي سي انا ممكن اتكلم مع الصيدلي وبالريليشن معاه اخليه كمان يطلع لي عدد من العشرة دول او تو سي. يبقى العشرة دول ده عباره عن بريسكريبشن ومعاهم كمان او تو سي، فبالتالي هيبقى مش عدد كبير ان كل صيدليه تطلعهم من ال 100 صيدليه اللي جنب ال 100 دكتور. بجانب اللي انا هبدا اعمل فولو اب قويه لل 100 دكتور وابدا اشوف النيد بتاعت كل دكتور ايه، وابدا اشوف ايه اللي انا اقدر اعمله مع كل دكتور عشان ما يقلش العدد اللي هو بيكتبه عن 10 علب في الصيدليه اللي هي جنبه. فبالتالي يا دكتور العدد هيبقى ككل صيدليه لما ابص فيها الاقي عدد صغير، لكن اجمالي العدد الصيدليات كلها هيبقى العدد الكبير ال 1000 علبه اللي انا اي حد هيبص من فوق كده يحس اللي هو عدد كبير او هيستصعب. فممكن لو لقاك كده بتتكلم بعقل وبتتكلم برضو كلمة فكرة تارجت بريك داون دي مش أي حد يبقى عارفها، هو هيحس إن أنت عارف مصطلحات موجودة في الكارير وبنستخدموها. فهيبقى سؤال وعرفت منين ده؟ مش عيب على فكرة اللي أنا سمعت زميلي اللي هو القديم اللي هو خبرة بيقولها وفهمت منه يعني إيه. فبرضه هو هيحس إن أنت راجل مهتم وبتسأل وبتعرف من قبل ما تدخل الكارير، ودي حاجة إضافة دي. ما ممكن يكمل معاك بقى يقول لك طب يا سيدي ما دام انت كده فاهم، هل انت متوقع ان ال 100 دكتور اللي معاك في الليسته كلهم هيكتبوا؟ هتقول له لا يا دكتور انا بضرب لحضرتك مثلا لو هم كلهم، لكن لو هم ما كتبوش مثلا ومثلا 100 دول صفصفوا مثلا على 50 هيبقى انا في الاخر محتاج من كل دكتور ان هو يكتب 20 علم. بس في الاخر في المقابل ال 50 دول هبقى عارف ايه النيد بتاعتهم واعرف ازاي اخليهم
يكتبوا وما يقلش عدد الكتابات عن 20 علبة، لأن أنا كده سبت نص الليست على الأقل، وشايف إن هي ما تجيبش منها أي جنيه. أو ممكن يكون في بعض الدكاترة هتكتب لي 5 ودكاترة تانية هتكتب لي 15، فهيبقى في الآخر التوتال هو نفس الرقم بتاع التارجت اللي أنا محتاجه اللي هو ال1000. فكده أنت راجل تتكلم، تفكيرك منظم، دماغك مرتبة، بيبقى انت فاهم ازاي التارجت وازاي بتعرف تحاول تحققه، ازاي بتقدر تقسمه على العملاء وتقسمه على الصيادات تشتغل عليها عشان يبقى سهل تحقيقه، وفي نفس الوقت يبقى كلام منطقي يقدر ينفع تطبيقه، فيبدأ يقتنع بكلامك ويلاقيك الرد ده رد مناسب على السؤال. طيب ندخلوا بقى في السؤال اللي بعده. لو حضرتك سألك الدكتور سؤال علمي ولكن حضرتك مش عارف، هتتلجلج بقى كده وتخاف بقى وتنهار وما تعرفش تعمل ايه؟ هتقول له لا يا دكتور، هرد عادي بكل هدوء وكل ثقه، لا والله يا دكتور للاسف انا الحاجه دي مش عارفها، بس هرجع للمكتب العلمي وارد على حضرتك، وان شاء الله لو في حضرتك متاح ليا اللي انا ممكن ابعت عليك على الواتساب، هبعت لحضرتك على الواتساب قبل كمان ميعاد الزياره عشان ما اتاخرش على حضرتك. هيبقى ده انسب رد على حته اللي انا سالني سؤال علمي وانا مش عارفها. طيب جميل. ادخلوا بعد كده على على السؤال الثامن. هيجي بعد كده هيجي ماسك كده قلم ويقول لك بقى ايه، بيع لي القلم ده. تمام. فكره بيع لي القلم ده هو برضه بيشوفك انت مشغل دماغك وعارف ازاي فكره البيع ولا هتقول اي كلام. في حاجتين لازم، كلمتين مهمين قوي في الماركت لازم تبقى عارف، ودول هيقابلوك كتير طبعا. كل برودكت ليه فيتشر وليه بنفيت. يعني ايه فيتشر؟ يعني الصفات خاصه بالبرودكت نفسه، وبنفيت يعني هيعود بالنفع عليا ايه. فخلينا نضربه المثل بالقلم اللي احنا قلنا عليه في الاول. هو حضرتك بيقول لك بيع لي القلم، فحضرتك هتقول يا دكتور هو حضرتك لما تيجي تشتري قلم ايه الصفات او ايه الحاجات اللي حضرتك تبقى عاوزها في القلم؟ يقول لك والله انا عايز قلم يكون خطه حلو، عاوز قلم يكون لونه اسود، ما بعرفش اكتب على فكره غير باللون الاسود. عاوز قلم يكون متوفر في اي مكتبه، لان انا بحب لما اكتب بنوع قلم معين الاقيه متوفر في اي مكتبه انزل اطلبه الاقيه. تقول له عشان كده يا دكتور انا جاي اقدم لحضرتك القلم ده، لان يا دكتور القلم ده بيتميز رقم واحد ان هو سنه رفيع، فبالتالي يا دكتور هيبقى خطه جميل زي ما حضرتك عايز، وحضرتك ممكن تجرب يا دكتور بنفسك وتدي له القلم فعلا وتخليه يكتب، يبقى انت كده موضح له ان انت ايه، في تفاعل كده معاه وبتاع، وهيعجبه الحركه دي. كتب بقى طبعا وقال لك اه ده فعلا خطه هذا. هتقول له كمان يا دكتور القلم ده فيه 4 الوان، في لون اسود، في لون احمر، في لون اخضر، في لون ازرق. فبالتالي يا دكتور هتلاقي فيه اللون اللي حضرتك محتاجه اللي هو اللون الاسود. اقول لك طيب تمام. الحاجه الثالثه يا دكتور احنا موفرينه في كل المكاتب الموجوده في المحافظه، فلو حضرتك نزلت المكتبه اللي هي قريبه من حضرتك دلوقتي هتلاقي القلم موجود. اقول لك خلاص تمام. مش كده بس يا دكتور، ده القلم على فكره ب5 جنيه، بس في اوفر الاسبوع ده يا دكتور ان الاربعه عليهم واحد، فبالتالي كده يا دكتور القلم بقى على حضرتك ب4 جنيه بس. هو كده لو عايز خلاص يسهل الدنيا، انت كده قفلت البيع كده زي الفل. هياخد منك الاوفر اللي هو خمس اقلام او ال4 اقلام وعليهم 1000. طب عايز يصعب عليك الدنيا شويه ويشوف بقى شطارتك واصله لغايه فين، اقول لك طب بص يا دكتور بقى، انا عايز اقول لك الصراحه هو في قلم اسمه كذا وب4 جنيه، والصراحه ده كويس وخطه حلو وخلاص وعاجبني، يعني ايه اللي خلاني اخد منك القلم ده؟ هتيجي رد عليه بقى بميزه عندك مش عندي، هو ده اللي عايز يسمعها منك. تقولها باي طريقه، بس المهم تقول له ميزه عندك مش عند القلم. فهتقول له يا دكتور انت حضرتك بتقول ب4 جنيه تمام، بس خلي بالك يا دكتور القلم ده مش متوفر في كل المكاتب،
يعني حضرتك لو نزلت دلوقتي من المكتبه اللي جنبنا دي مش هتلاقيه، ولو لقيته مش هتلاقيه في المكتبه اللي بعدها. هيقول لك اه فعلا هو حته التوفير ده ساعات بيتعبني شويه. هتقول له اه شفت بقى يا دكتور، يعني انا بكلمك في قلم فيه كل المزايا اللي تريح حضرتك من توفيره ومن لونه ومن خطه. يبقى ده يا دكتور يعني فرق جنيه كتير عليه. مش كده بس يا دكتور، حضرتك مش واخد بالك اللي انا قلت لحضرتك فيه اوفر اصلا، ان حضرتك تاخد اربعه تاخد عليهم واحد، وهو اصلا القلم ب 5 جنيه، يبقى كده القلم اصبح ب 4 جنيه. يبقى احنا دلوقتي اصبحنا نفس سعر القلم اللي حضرتك بتقول عليه افضل، بجانب المزايا الزياده اللي عندي. كده خلاص انت جاوبت الاجابه الامثل، والاجابه اللي هتعجبه للرد على السؤال. فبالتالي خلاص اقول لك لا تمام خلاص يا دكتور هات الاوردر. طيب احنا كده وصلنا للسؤال التاسع. ايه لو مثلا صيدليه هتخلص لك التارجت بتاعك بحاجه، وهتاخد يا باشا بقى الانسنتيف وتهيص نفسك، بس عايزه بس ايه، يعني خصم اضافي كده، خصم زياده، هو مخالف للبوليسي بتاع الشركه. هو طبعا بيقلل لك فكره البوليسي بتاعت الشركه مخالف عشان يعني تستسهل الموضوع، وبيعلي صوته قوي في فكره ان هو هتخلص لك عشان انت تنبهر بالحته دي وتسيب فكره احترام البوليسي اللي هي مهمه جدا طبعا. فهيبقى الرد كالاتي: لا يا دكتور، هو ما دام صيدليه هتخلص لي التارجت كله، انا لازم اجتهد واحاول اللي هو فعلا الصيدليه تاخد الاوردر كامل وتحقق لي التارجت. لو هو قطعك هترد عليه، لو ما قطعكش بس لازم تكمل. بس يا دكتور لازم احترام البوليسي. هيقول لك طب ازاي يا ابني بقى، ما انت اهو بتقول عايز احقق اهو وهو في الاخر مش محترم البوليسي. تقول له لا يا دكتور، هرجع لمديري واقول له لو ممكن يا دكتور يبقى في سامبل او اوريجينال او بونص اكسبشن شغل الصيدليه دي، عشان هتاخد رقم كبير وهتحقق رقم. لا، مديرك مش هيرضى وهيقول ما ينفعش والشركه مش سامحه بخصم اضافي. هو كده بيقفلها لك، هو كده عايز يسمع كلمه احترام البوليسي، فانت تديها له بقى. لا خلاص يا دكتور، ما دام هو ما فيش امل، والصيدلي اتكلمت معاه وحاولت نقنعه ان كده كده حاجات بتتكتب وعشان كده عايز الاوردر، والشركه لازم تاخد بالبوليسي بتاعت الشركه، وفي الاخر كده كده الحاجات بتتكتب، وبرده الصيدلي مرضاش ومديري مرضاش بالخصم الزياده والشركه مرضتش، لا يبقى احترام البوليسي هو الاولى يا دكتور. طب يا ابني رقمك وتارجتك اللي كنت هتحققه، تقول له لا عادي اشوف عملاء تانيين يا دكتور، يعني بدل الواحد ده اجيب 10 بس في الاخر احقق رقمي مع احترام البوليسي. فدي الحته اللي لازم نسمعها منه. تمام. خلوا في اخر سؤال، حته عندك اي اسئله ليا؟ هو كده خلص اسئلته، والمفروض اللي هو خد القرار يعني، فبيسالك عندك اي اسئله ليا يا دكتور؟ في ناس لا يا دكتور شكرا لحضرتك، بس انا يعني من وجهه نظر انا والاحسن الافضل انت تسال. طيب تسال ايه؟ في اسئله كده ممكن تزود احتماليه نجاحك اكبر، وتخلي اللي بيعمل مع حضرتك انترفيو يقول الشخص ده شاطر ومجتهد ولازم يبقى معايا فيه. ايه هو السؤال ده؟ فكره لما تسال على الانسنتيف، لما تسال على الانسنتيف ويحس ان انت فعلا بتسال لان انت شغوف بالانسنتيف وعايز تحقق، فهو في الاخر شاف ان ده حد شاطر ومش داخل عشان بس يحقق رقم وخلاص، او داخل عشان ياخد مرتب وخلاص، لا ده داخل عشان يحقق رقم وينجح وياخد انسنتيف. فطبعا ممكن تساله. انا بس كنت عايز اسال حضرتك يا دكتور، هو الانسنتيف ده هيبقى على التارجت، تحقيق التارجت فلوس بس، ولا اليونت برضو بيبقى حسب العدد بتاع اليونت بتاعت البرودكت، او الانسنتيف يا دكتور بيبقى شهري ولا كل كوارتر؟ فلما تساله السؤال ده هو كده خلاص جاله انطباع انت حد شاطر وعايز تحقق وتعمل انسان. او ممكن تساله يا دكتور هو حضراتكم ممكن تردوا عليا خلال قد ايه؟ فبرضه انت اديت له انطباع اللي انت
متحمس وعايز تشتغل ومستني ان هم يردوا عليك بالايجاب. فدي اسئله مهمه واسئله بتدي انطباع كويس لما هتسال. تمام، احنا كده خلصنا اغلب الاسئله اللي بتقابل حضراتكم في الانترفيو، واتمنى من حضراتكم ان شاء الله يعني لو في اي حد عنده اسئله شايفها انها قابلته مش موجوده في الاثنين فيديو، يا ريت يبعتوها لنا واجاوب لحضراتكم الاجابه الامثل عليها. ولو لقينا في اسئله كتيره ممكن نعمل لها فيديو خاص لوحدها ونجاوبوا عليها. حضرتك بس حط لي السؤال في الكومنت وهرد على حضرتك. انا بس باكد لحضرتك، لو حضرتك راعيت الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليها في الفيديو اللي فات وجاوبت على الاسئله بنفس الطريقه اللي احنا اتكلمنا بيها، اوعد حضرتك ان حضرتك هتبقى متاكد انك اكسبتد في الشركه دي من قبل ما تقوم من الكورس، وهتبقى متاكد من رياكشن اللي بيعمل معاك انترفيو اللي هو عاجبه كل اجابات حضرتك. كل التوفيق لحضراتكم.